اهلا بيكم في ايفنت انتامين 3 ايفنت تعريف الاقسام مع ريسك اكاديمي. معانا النهارده من قسم طيران باشمهندسه ميار، ازيك؟ ايه الاخبار؟ الاول عرفينا عن نفسك، عرفي الناس عن نفسك. أنا ميار، دفعة 23 اللي هي السنة دي، الأولى على الدفعة. فبس يعني. اوكي، طيب احكي لنا اكتر عن قصتك مع قسم طيران. بدأت ازاي من ايام ما انت في اعدادي وايه اللي حصل؟ هو أنا وأنا صغيرة، وأنا في إعدادي اللي هو إعدادي مدرسة مش إعدادي هندسة. كان حلمي قوي، يعني كنت مهووسة طبعا بناسا والسبيس، وبدأت بقى وأنا كنت حابة ماث والحاجات دي. فقلت اما ابتدي اشوف ايه الحاجه اللي ممكن تساعدني ان انا اوصل للشغف بتاعي ده. فما دورت لقيت ان اقدم هندسه موجوده في مصر كانت هندسه القاهره، وكان فيها قسم طيران. فقلت خلاص، يعني انا لو لقيت ان انا از جو اولدر، يعني الموضوع في دماغي موجود، فانا هو ده هيكون هدفي. دخلت ثانوي. بعد كده بعد ما نتيجه ثانويه عامه طلعت، لقيت ان انا اصلا مجموعي ما كانش جايب هندسه القاهره. فدي كانت نوعا ما شوكينج بالنسبه لي، لان انا كنت فعلا هدفي ان انا اخش هندسه القاهره عشان اقدر اخش قسم طيران. جالي حلوان. فانا كنت بدات اسال هل كان في قدامي تو اوبشنز، يا اما اخش كريدت على طول طيران، يا اما كان ممكن اجيب امتياز في اعدادي في حلوان، ومن حلوان اقدر بقى يعني اجيب امتياز احول هندسه القاهره قسم طيران. لان اي حد بيحول مثلا يقدر يخش هندسه القاهره لو جاب امتياز، يخش قسم مش موجود في الكليه بتاعته. فطيران طبعا ما كانتش موجوده في اي هندسه حكومه في مصر غير في جامعه القاهره. بس فقلت خلاص، يعني كان قدامي التو اوبشنز، بس انا قلت هاخد هذا الموضوع تحدي، يعني ان انا اخلص اعدادي في حلوان، اجيب امتياز احول القاهره. وقد كان، يعني الحمد لله خلصت اعدادي في حلوان، جبت امتياز، قدرت اخش جامعه القاهره. طبعا دي كانت اول حاجه بالنسبه لي، يعني كانت بوشنج بالنسبه لي فعلا ان انا دخلت المكان اللي انا عايزاه. ف يعني دي كانت بدايه الشعله اللي كانت عندي من تجاه هذا القسم يعني. اوكي، طب وانس انك دخلت القسم، هل هو نفس وجهة نظرك وانت في اعدادي، او انت بقى في اعدادي اللي هي ايام مدرسة، واول ما دخلت القسم فضلت هي ولا الموضوع اتغير شوية؟ طبعا في حاجات بتتغير، يعني في حاجات انت ممكن تبقى شويه فانتسيز بالنسبه لك، وحاجات تانية لا كنت مثلا مش متخيل انها ممكن تيجي في بالك بس تلاقيها. بمعنى انا اصلا زي ما قلت لك كنت داخله اصلا عشان قسم الفضاء، هو قسم اسمه هندسه الطيران والفضاء، فانا كنت داخله عشان فضاء. ولكن شاء القدر ان انا لما دخلت طيران، احنا كنا يعني احنا يعني بناخد الشقين، بناخد حاجات كورسز عن الطيران وكورسز عن الفضاء. لقيت ان انا موهومه بقى بطيران اكتر، فوجهتي ناحيه السبيس نوعا ما كانت خلاص بقى، وحسيت ان انا مهتميه اكتر بطيران. طب ايه طبيعة المواد اللي انت كنت اخدتيها في اولى؟ بص، هو في مواد بتفضل معانا من اول سنه في طيران لحد اخر سنه بنفضل ناخد فيها. يعني لو قلنا ان احنا بنتكلم 4 سنين في ترمين، ف8 ترمات، فممكن بتاخد الماده 8 مرات. المواد الاساسيه هم اربع مواد اساسيه عندنا، هم الكنترول والثيرموداينامكس والبروبالشن والكومباشن، كلها مواد بتندرج تحت اللي هي قصه الهيت والثيرموداينامكس وكده. ثالث شق عندنا هو الايروداينامكس او الفلويد ميكانكس بشكل عام. رابع حاجه هي الاستراكشر. فمن اول ترم في طيران لحد اخر ترم في طيران الاربع مواد دي بناخدها، باختلاف طبعا الكورسز. ممكن انت في السمستر بيجد عليك مثلا مواد بقى زي الماثماتكس، ممكن تاخد ترم فيه ماث، ممكن ما تاخدش فيه ماث، ممكن المواد اللي هي الجنرال. بس المواد الاربع اقسام دول بيفضلوا معاك من اول سنه لحد اخر سنه. اوكي، طب برضه في ناس كتير بتريليت حته اللي هو فعلا السبيس وناسا وكده بقسم طيران، زي ما انت قلت، هل ده صح ولا هو اكثره قسم طيران اللي هو ماثماتكس بقى وثيرموداينامكس وكده؟ لا، هو الاثنين فيري ريليتد ببعض. يعني اللي بيدرس طيران بيبقى فاهم ايه اللي بيحصل في السبيس، واللي بيدرس سبيس بيبقى فاهم ايه اللي بيحصل في طيران. بس هي زي ما انت يعني بنقول انها حد بيتخصص في شق معين اكتر. طيران يعتبر من اكتر الاقسام اللي بتاخد ماثماتكس في كل الاقسام من الهندسه، لان دي حاجه مهمه جدا في سواء في طيران او فضاء. ولكن لا، هو الفكره بس ان في قسم طيران ان انت بتاخد ديزاين. يعني انت في القسم بتاع طيران سواء انت دخلت فضاء او طيران، انت بتبقى منهمك في الديزاين بتاع الطياره نفسها، الديزاين بتاع الساتلايت، انت بتبقى كله ديزاين.
طبعا اصلا مجال الديزاين ده مش موجود في مصر خالص، ولكن ميزه الطيران ان انت زي ما قلت لك انت بتاخد كذا تخصص، فالتخصصات دي بتقدر تخدمك في حاجات تانية، مش لازم تبقى طيران بعينها. التخصصات برضو ريليتد اللي هو للمواد. طب ممكن تقول لنا اكتر ايه المواد، ايه اللي بتدرس فيها وانت مثلا في اولى ثانيه ثالثه، طول ما انت ماشيه في قسم طيران وبتجو ديب اكتر في القسم، ايه المواد بتبقى عامله ازاي بالظبط؟ ماشي. في اول سنه في طيران زي ما قلت لك انت بتاخد الايروداينامكس، بتاخد يعني تعريف مبدئي ايه الايروداينامكس، كيف تطير الطائره بمعنى اصح. بعد وبتاخد برضو بتاخد الانترودكشن تو ثيرموداينامكس، نفس المواد اعتقد في ميكانيكا. ستراكشر بتاخد برضو اللي هي التراسز والحاجات دي اللي هي البيزكس بتاعت الاستراكشر، كل ده بتاخده في اولى طيران. ثانيه طيران بقى دي السنه اللي بتبدا يعرفك بايه الكنترول، لان الكنترول نوعا ما ماده تقيله وبتبقى محتاجه ان انت يبقى عندك شويه بيزكس في الماثماتكس عشان تبدا تدخل عليها. انت تاخد ordinary differential equations partial differential equations، فبتاخد كورسز الماث اللي بتهيئك ان انت تقدر تاخد الكورس ده. الكنترول هو مش موجود بس في طيران، هو يعني احنا زينا زي طبيه اعتقد برضو اتصالات هو حاجه مهمه، والكنترول ده بيفتح مجال للناس اللي بتبقى عايزه تتخصص في الامبيدد. يعني احنا عندنا ناس مثلا في شركه فاليو، لو الناس تسمع اكيد ناس عارفه شركه فاليو، يعني لو حد مش عارف هي شركه سيارات في مصر، هي شركه المانيه. الشركه دي في ناس كتير جدا من طيران بتتخرج وبتقدر تشتغل فيها. ليه طيب؟ لان طيران زي ما قلت لك بتاخد كميه كورسز كنترول كبيره بتهيئها انها تقدر تخش في مجال الامبيدد زيها زي اي حد من الاقسام الثانيه. بعد كده بقى بناخد ستراكشر، بس الستراكشر ده على حسب بقى، بس هو الستراكشر مش زي مدني مش زي ميكانيكا، لان احنا بناخد الستراكشر بتاع الطياره، فاحنا بنبقى كونسنتريتد على الستراكشر بتاع الطياره. الايروداينامكس بقى والفلويد عامه او الثيرموداينامكس ان هم نوعا ما الاثنين ريليتد ببعض عادي، هو بتبقى دراسه بتعرفك ازاي الهواء بيأكت حوالين طياره، بيأكت حوالين اي جسم، وكذلك طبعا بتدخل فيه الثيرمال اناليسيس. فنوعا ما مواد الكومبشن ومواد الايروداينامكس الاثنين بيخدموا بعض. دي طبعا مش لازم تبقى برضو انت على طياره بس، انت ممكن تبقى على طياره، ممكن تبقى ممكن مش طياره بس، ممكن تبقى على عربيه، ممكن على اي جسم موجود في الوجود يعني. كذلك برضو الهيت ترانسفير وكده بتعمل ثيرمال اناليسيس لاي جزء، ثلاجه، كل ده بيتم دراسته عادي جدا. اوكي، على مدار الاربع سنين. 4 سنين. طيب امتى الاول اللي تعرفوا ان انتوا بتتخصصوا في حاجه معينه؟ هل في تخصصات معينه في القسم كل واحد بيختار التخصص اللي هو عايزه؟ الميزه في قسم طيران ان انت من اول سنه بتبدا تتعرف على كل الكاتيجوريز اللي موجوده عندك في القسم، فنوعا ما بيبقى عندك يعني احنا التخصص بيبدا من سنه ثالثه، بيكون في مواد اختياري، بيبقى في مادتين في اول ترم، بتبقى على حسب الناس عايزه تتخصص ايه. في مواد كنترول بتنزل، في مواد ايروداينامكس، في مواد ستراكشر، على حسب كل واحد عايز ايه. وطبعا في مواد سبيس برضو. وفي حاجه كمان القسم عملها يعني هي حاجه كويسه، ان هم بداوا يدخلوا مواد المينتننس. زي ما قلت لك احنا ما عندناش صناعه في مصر، صناعه الطيارات دي مش موجوده، ولكن في صيانه زي ما هي موجوده مثلا في مصر للطيران، وفي شركه ثانيه اسمها بتروليوم اير سيرفيسز برضو ليها صيانه. فانت بتاخد مواد صيانه، بتاخد مواد الصيانه دي عشان لو حد مش حابب بقى يكمل في موضوع الديزاين ده وعايز يشوف الصيانه بتتم ازاي، يعني دي بتديله انسايتس ان هي تساعد لو حد مهتم بالموضوع ده. التخصص زي ما قلت لك بيبدا من سنه ثالثه، انت بتختار المواد الاختياريه اللي انت عايزها وبيكمل معاك في سنه رابعه. ولكن زي ما قلت لك الميزه شويه ان انت اصلا اوريدي بتكون واخد المواد بتاعه التخصص دي، فانت نوعا ما عندك باك جراوند كبيره، انت قادر تحدد شويه انت حابب انهي اكتر. هل انت بتحب مذاكره الكنترول، بتحب الايروداينامكس، بتحب الستراكشر؟ فكل ده طبعا بيساعدك في اختيار المواد بتاعتك. اوكي، المجالات بقى نفسها بيكون عباره عن ايه؟ يعني هو عشان تخش المجال اللي انا هشتغل فيه بيكون في مجالات ايه بالظبط؟ بص، زي ما قلت لك هو للاسف قسم طيران ملوش يعني مش هتطلع هتروح تشتغل في الطيران، مفيش شغل طيران موجود في مصر. الحاجه الوحيده اللي ريليتد بطيران في مصر هي موضوع الصيانه. وحتى الصيانه انت برضو مش بتتخرج يلا انا هروح اشتغل في مصر للطيران مهندس صيانه، لا مفيش كده برضو، لان الصيانه دي بتحتاج لايسنس، رخصه عشان تبقى اسمك مهندس صيانه. برضو دي بتبدا عندنا
يعني يعني مصر الطيران او الشركات اللي بتخليك تاخد اللايسنس بتاعه الصيانه دي بتبقى نوعا ما بتدي ديسكاونت لطلبه الطيران في من اول سنه ثالثه. بتقدر تاخد حاجه اسمها بيزك ده اللي هو اساسيات صيانه الطائرات، بتفضل تكمل معاهم يعني لمده معينه. بتاخد بقى ورك شوبس عندهم لان كل ده انت مش بتتعلمه في القسم، انت بتتعلم في القسم الديزاين بتاع الطياره بس. فالمينتننس ده بقى انت تقدر لو حد مهتم بالموضوع زي ما قلت لك في كورسز بتاخدها. انت حتى التدريبات اللي بتنزل من مصر للطيران او بتنزل من شركه اللي هي PES دي تقدر تساعدك ان انت تبقى عارف هل طب انا حابب موضوع الصيانه ولا لا. يعني انا الموضوع كنت حاطاه في دماغي، رحت لما خدت الكورس مثلا مع في كذا شركه مثلا مصر للطيران وكده، حسيت ان لا مش ده اللي انا عايزاه. في ناس ثانيه لا حست ان هي موضوع الصيانه ده عاجبها فكملت فيه. ده بالنسبه مثلا للتراك بتاع الصيانه. زي ما قلت لك في زي ما احنا بناخد كنترول كتير وماثماتكس، في ناس بتبقى عايزه تتخصص في الامبيدد، بتاخد برضه كورسز امبيدد. يعني النقطه المهمه في قسم طيران بس واللي انا حابه ان الناس تاخد بالها منها ان قسم طيران نقدر نقول ان هو في 100% سيلف ليرنينج. يعني انت مش هو يا دوبك هو بيديك المواد بيحطك على اول الطريق، ولكن انت عشان تنجح فيه وعشان تقدر يعني تلاقي نفسك انت محتاج تدور مع نفسك، انت محتاج تعرف. هو مديك الكورسز، ولكن انت بقى الهاندز اون اكسبيرينس دي انت محتاج تاخدها مع نفسك. انت محتاج تشوف انا عايز اخد امبيدد، برضو الناس بتاخد كورسز امبيدد. بعد كده في ناس كتير جدا من طيران بتشتغل في فاليو. حتى الناس لو دخلت على لينكد ان ودورت، يعني لو في حد حابب مثلا ان هو يتواصل مع شخص يساعده، حاسس ان هو لاقي نفسه في النقطه دي، كله موجود على لينكد ان. المجال الثالث بقى زي ما قلنا اللي هي الحاجات اللي ليها علاقه بالايروداينامكس والثيرموداينامكس والفلويد ميكانكس بشكل عموم. دي حاجه اسمها CFD. ممكن الناس تبقى مش فاميليير بالترم قوي، بس CFD ده اللي هو كومبيوتيشنال فلويد داينامكس. دي حاجه طبعا مهمه جدا في قسم طيران، مهمه جدا في قسم الميكانيكا، مهمه جدا في كيمياء. هي عباره عن ايه بالظبط؟ دي بتدرس ازاي مثلا الهواء بيأثر حوالين جسم، او ازاي مثلا في تفاعل كيميائي. بس انت طبعا مش بتقدر يعني انت مش بتقدر تعمل الحاجات دي كلها في الحقيقه، مش بتقدر تعمل التستات دي. فهو يعني برنامج بيحاكي الحاجات التستس اللي انت بتعملها في الحقيقه بس بقى بشكل كومبيوتيشنال، وبيحل مثلا المعادلات الحاكمه بطرق نوميريكال وكده. ودي حاجه مهمه قوي. كل الشركات دلوقتي بتستخدم يعني بتلجأ خلاص شغاله بالسي دي. في شركات في مصر زي فلويد كودز وفي اوبتيماتكس، دول برضو بياخدوا من طيران. لو حد حابب برضو قسم طيران، انت بتدرس ماده السي دي اصلا نفسها، تدرس المواد دي اللي هي تقدر تساعدك. بس زي ما قلنا في الاول وفي الاخر هي موضوع سيلف ليرنينج. لازم الشخص يبتدي يشوف هو حابب ايه، حابب يدرس ايه، ويبدا يهيئ نفسه للحاجه اللي هو عايزها. طيب هنا في سؤالين من اللي انت قلتيه. هل فعلا سوق العمل في مصر في مجال قسم طيران قليل زي ما الناس بتخاف انها تخش قسم طيران علشان ما فيش شغل في قسم طيران في مصر، ولا عادي في اماكن كتير للشغل؟ زي ما قلت لك ميزه قسم طيران ان هو بيفتح لك المجال في كذا حاجه. يعني انت هتتخرج مش هتلاقي شغل، هتلاقي شغل بس هتلاقي يعني لو حد يعني بس الميس كونسبت اللي عند الناس انت مش هتتخرج هتروح تشتغل في الطيران، الا بقى لو حد مثلا حابب يعمل ماسترز PhD يكمل بره يشتغل بقى مع في الاندستري شركات ايرباص وكده بره، ده موجود. لكن في مصر ما فيش الكلام ده. في مصر انت لو هتشتغل في الطيران هتبقى شغال مهندس صيانه. لو بقى بتدور على حاجه تانية فهو طيران قسم يعني من وجهه نظري هو قسم قوي 100% من حيث العلم اللي انت بتاخده. العلم اللي انت بتاخده ده هيساعدك تشتغل لو انت عايز تشتغل في شركه عربيات، عايز تشتغل في الامبيدد هيساعدك جدا. لو انت عايز تشتغل في الاستراكشر هيساعدك جدا. اي حاجه ميكانيكا بيشتغلوا فيها 100% طالب طيران يقدر يشتغل فيها. الشغل موجود، وطبعا هو كله بيبقى طبعا رزق بتاع ربنا، ولكن بس من ناحيه الشغل في شغل. في الطيران لا، في مجال الطيران نفسه لا، ولكن في مجالات تانية كتيرة الطيران هيقدر يساعدك ان انت تبقى اصلا متميز عن باقي الناس اللي في نفس السوق العمل اللي انت فيه ده. اوكي، حته بقى السيلف ليرنينج، هل ده معناه ان اللي بتدرسيه في الكليه حاجه ومجال الشغل حاجه تانية؟ لا، ده معناه ان انت هتحتاج تطور من نفسك في نقط معينه عشان تقدر تبقى مؤهل لسوق العمل. يعني لو طالب دخل الكليه واعتمد ان هو في ال4 سنين مثلا بيذاكر وبس من غير ما مثلا يشوف، هو مثلا لقى نفسه في حته البروجرامينج مثلا،
قسم طيران ما فيهوش بروجرامينج، يعني انت بتاخد بس اول سنه كورس ماتلاب انتروداكشن وخلاص. هل ده كافي؟ لا طبعا مش كافي. انت دلوقتي عايز تكمل بروجرامينج، عايز توظف حتى الحاجات اللي انت مهتم فيها في البروجرامينج، لازم تبتدي انت تتعلم مع نفسك. كل حاجه طبعا موجوده اونلاين دلوقتي، سواء في السي اف دي، سواء في الامبيدد، سواء في البروجرامينج، كل حاجه الطالب يقدر يتعلم بيها من نفسه. بس لو انت يعني قعدت ال4 سنين مش بتعمل ده، مش بتحاول تدور ايه الحاجه اللي انا عايز اتعلمها ومش بتطور من نفسك، فدي بقى ساعتها هتبقى فعلا مشكله. يعني انت هتطلع مش هتلاقي حاجه. غير ان كمان احنا القسم عندنا طبعا لان كتير قوي المعيدين بيخلصوا ويسافروا، فالقسم نوعا ما مش بنلاقي مثلا في دكاتره صغيرين بيطلعوا، فالقسم متمسك بالدكاتره بتوعه. فانت هتحتاج ان انت بقى تذاكر مع نفسك برضه، يعني المذاكره مع نفسك دي 100%. دي يمكن دي ميزه بتميز قسم طيران بشكل منفرد، حته السيلف ليرنينج. يعني ما حدش هيجي يديك المعلومه، انت لازم تروح تدور عليها في مرجع واثنين وثلاثه، انت لازم تقعد تذاكر مع نفسك، لازم تدور ويعني تنحت في الصخر عشان تقدر تسرفايف يعني. حلو. طيب هل بقى قسم طيران بيحتاج مواصفات معينه في الشخص نفسه علشان يقدر يستحمل اللود في قسم طيران؟ او ايه هي المواصفات عموما ان الشخص ان عايز يخش قسم طيران لازم يتوفر معايا المواصفات دي؟ الحاجه اللي انا بنصحها دايما لحد بعد 4 سنين، ان لو الشخص مش حاسس او هو مش داخل قسم طيران عشان هو حابب القسم او عشان هو كان حلمه، فلا. لان ناس كتير بتقع، الضغط فعلا بيبقى كبير قوي. يعني انا كنت في السنين اللي فاتت قسم طيران وردي، وممكن اتكلم مع حد حاببه في القسم جدا، ولكن انا بنقل الصوره بتاعتي انا، الصوره لان انا مولوعه مثلا بالقسم، والناس كلها مثلا، او هتلاقي برضو نسبه كبيره قوي من اللي جوه حابين جدا القسم، فبينقلوا صوره كويسه جدا. ناس تانية ممكن يكون هو دخل طيران لمجرد ان هو مثلا جاله في التنسيق، او لمجرد ان هو اسم مسمى قسم طيران. فلا، انا بنصح اي حد فعلا ان هو لو ما عندوش القدره ان هو، يعني مش عايزه اقول جلد ذات بس لو ما عندوش قدره جلد الذات دي، وان هو يستحمل الستريس، لان الستريس فعلا بيبقى عالي قوي، وبتيجي اوقات مثلا بيبقى مطلوب منك، لو انت عندك 7 مواد انت مطلوب منك 7 تسليمات، وعندك بكره امتحان ولازم تخلص ممكن يعني تاخد الماده يعني يوم الخميس ده، هتاخد المحاضره يوم الخميس وهتمتحن فيها يوم الاحد امتحان الفاينل، فانت بتذاكر في القديم وبتذاكر في اللي بتاخده. فهو القسم نوعا ما لو عايز متطلبات معينه، فهو عايز حد يكون فعلا داخل طيران عشان هو مهتم بحاجه معينه في قسم طيران، مهتم مثلا بتراك معين في قسم طيران، ويكون عنده نقطه السيلف ليرنينج دي، ما يستناش ان حد يعلمه الحاجه، هو مع نفسه بس. طيب على مدار ال4 سنين ايه هي ممكن تكون العقبات اللي وقفت قدامك طول ال4 سنين، اللي هو انت حسيت ان خلاص الدنيا واقفه عند العقبه دي مش عارف تعديها، وازاي عديتيها في الاخر؟ اكتر حاجه كانت نوعا ما فعلا بتعمل عقبات، يعني واكتر حاجه ممكن كانت بتواجه الناس، واعتقد لو اي حد سالته في طيران هيقول لك نفس الموضوع، هي ان الاسترس في قسم طيران كبير بشكل، يعني مش هقول لك مبالغ فيه، بس يعني يمكن دي كمان برضو اي حد خريج قسم طيران، مش هقول لك بقى بنورك اندر ستريس، بس احنا عايزه اقول كده، احنا تقدر تقول ان احنا دايما عايشين في ستريس. احنا على طول في تسليمات، على طول في كويزز، على طول في امتحانات، يعني الموضوع بيبقى نون ستوب. يعني موضوع ان انت تريح شويه او تاخد بريك دي اعتقد اوبشن مش موجود. فالميزه بقى، او مثلا التشالنج الكبير، ان الواحد يقدر يحافظ على خلينا نتكلم بصراحه، يقدر يحافظ على المنتال ستابيليتي بتاعته وهو ماشي في ال4 سنين. لان بجد زي ما قلت لك، في ناس كتير بتقع، في ناس مش بتقدر تكمل، في ناس ولكن يعني الشطاره في الشخص ان هو يقدر يحاول يمانج البيئه اللي هو الستريس اللي هو محطوط فيها. لان في الاول وفي الاخر لو انت هدفك فعلا ان انت عايز تدخل قسم طيران وتتخرج وتشتغل في اي حاجه من الحاجات اللي هي ذكرناها دي، ف يعني لكل جول في الحياه دايما لازم بتيجي ضريبه مثلا ان انت هتضطر تضحي بيها في قسم طيران، ان انت هتبقى مثلا مش هتقدر تشوف اهلك كتير، مش هتقدر تخرج كتير، ممكن حاجات كتير بتضطر ان انت، ممكن افراح كتير، حاجات كتير بتضطر ان انت تسكب
جاست ان انت عشان عندك امتحان او انت عندك تسليمه، ونوعا ما في قسم طيران الموضوع بيبقى مش مجرد تسليمه كده، لا عادي ممكن تلاقي تسليمه نازله لك واخده مثلا 10% من اعمال السنه او 10% من درجات الماده كلها. فانت بتضطر ان انت تحط نفسك خلاص في المود بتاع اللي هو انا لازم اخلص الحاجه اللي ورايا دي لو انا عايز افضل في تقدير معين، في رينج معين من التقديرات. لان هل التقديرات مهمه؟ التقديرات مهمه، التقديرات مهمه جدا. هل هي كل حاجه واهم حاجه في الكون؟ لا، هي مش اهم حاجه. اهم حاجه في الكون في ناس كتيره ممكن يعني تبقى في رينج معين من التقديرات، بس مثلا بتعوض ده بانها زي ما قلت لك بتعلم حاجات تانية، لان مش كل حاجه التقديرات. يعني لازم الشخص يحاول يبالانس ما بين الحاجتين، ان هو يحاول يحافظ على مستواه الدراسي وفي نفس الوقت بيتعلم حاجات تانية هتخدمه بعدين. حلو. طب هل التقدير بقى المهم بيفرق جدا في الشغل لما اجي اشتغل حتى كفريش جراديويت؟ لا، هو عادي الشغل ممكن ينزل يعني يطلب منك يبقى تقديرك جيد او جيد جدا. التقدير المهم بقى الواو اللي هو جيد جدا مرتفع لامتياز، ده لو حد حابب يعني نوعا ما يكمل في الاكاديميا، لان في ناس كتيره برضو بتبقى طبعا من الناس اللي بتسمع اكيد في ناس بتبقى عايزه تشتغل معيد يكمل ماسترز وبي اتش دي. فالتقدير اللي هو الجيد جدا مرتفع لحد الامتياز ده بيبقى مهم لو حد عايز يكمل في الاكاديميك فيد، لكن جيد او جيد جدا هتقدر تشتغل في الشركات عادي جدا. طيب لما يجي بقى يشتغل في الشركات اللي هو احنا في مصر، تقريبا رينج السالري بيبقى كام؟ علشان دي برضو حاجه مهمه الناس كلها بتسال فيها. لو انا هخش القسم برضو عشان بعد كده بعد الشغل. طبعا هي بتختلف على المجال اللي انت هتشتغل فيه. ممكن نبتدي بمجال الصيانه. انا مش متاكده قوي من الارقام اللي انا هقولها، ممكن الناس برضو ممكن الناس تدور، بس مجال الصيانه مرتبه كويس كويس جدا. ولكن عيب الصيانه نوعا ما في مصر، ممكن تلاقي مصر للطيران ممكن تنزل السنه دي شغل، ممكن تقعد 3-4 سنين ما تنزلش، مش محتاجين ناس، هم مكتفين بعدد المهندسين اللي عندهم. ولكن مجال الصيانه مربح، مربح، ممكن يبتدي 20 يوصل في 40 كمان كام سنه. فمجال الصيانه فلوسه كويسه، بس خلي بالك برضو هو في المقابل انت بتدفع كتير قبل ما تقدر تشتغل في الصيانه ككورسز بقى وكده. كورسز زي ما قلنا، كورس البيزك وكده، فانت بتحتاج تدفع بس هتاخد مقابل اون ذا لونج تيرم بعد كده يعني. الامبيدد بقى ممكن شركات زي فاليو، لما سالت يعني ناس صحابي بداوا هناك وكده قالوا لي ان الستارت اب ممكن يبدا من 20,000. شركات تانية زي شركات السي اف دي او كده اوبتيماتكس او كده ممكن الرينج السالري 13-15 حسب كل حاجه. فلا هو يعني لو انت اشتغلت في شركه او في الاندستري عموما، فاليو، اوبتيماتكس، اي شركه من الشركات دي او حتى صيانه، فلا هي مرتبات بتبقى محترمه. حلو قوي. في بقى زي ما انت قلت في فرص برضو ان هو اشتغل بره مصر. وفي طبعا حاجه تانية مهمه، ان في ناس في طيران بتقدر تشتغل في الجي يو سي، تقدر تشتغل في الاي يو سي، في البي يو اي، حتى في زويل. دي لو الناس حابه نوعا ما تكمل شويه في مجال الريسيرش وكده، عادي ممكن حد يشتغل، ممكن يتقبل يبقى معيد هناك من جيد جدا، حتى مش لازم امتياز. فبيبقى دي فرصه برضو كويسه لو حد فاكر ان هو مثلا، لان مثلا كل سنه ممكن يقول لك احنا عايزين في الدفعه 4، انت ممكن تبقى مثلا مش من اول 4، ممكن ما تبقاش من اول 5، ممكن تبقى جايب مثلا تقدير بس انت مش هتتعين في جامعه القاهره. فلا بيبقى ليك فرصه طبعا برضو كويسه ان انت تتعين في الجامعات التانية. بس حاجه مهمه برضو ان الطلبه تحاول خلال سنين الدراسه تعمل كونكشنز مع دكاتره، كونكشنز مع معيدين، لان كل ده بينفعهم بعد كده. طيب اخر حاجه تحب تنصحي الطالب اللي هو في اعدادي عايز يخش قسم طيران، تحب تنصحيه بايه؟ يعمل ايه طول فتره القسم وهكذا؟ برضو هو للاسف اعدادي او المواد اللي بتتاخد في اعدادي مش بتقدر تساعدك بشكل كافي انها تقول لك انت تدخل طيران ولا لا. في حاجه برضو ساعات ناس تيجي تقول لي انا مش عايزه اخش طيران عشان انا مثلا شلت او انا مش حابب الرسم الهندسي وانتاج. هو طيران ولا فيها رسم هندسي ولا فيها انتاج، الرسم بتاخده في سمستر واحد ويبقى سهل جدا، هو ترم واحد هتعديه، والانتاج نفس الكلام. حتى الانتاج احنا كنا بنروح ناخده في ميكانيكا، ومش كورس اللي هو يعني هو كورس يعني يعتبر بيكمل شويه حاجات عندك ولكنه غير اساسي يعني. وحتى الكريدت اورز بتاعته مش يعني، هو ماده كانت ب75 درجه، فمش ماده مش كبيره قوي. فلو حد خايف عشان هو مثلا مش حابب، يعني هو عايز يدخل طيران، حابب مثلا ثيرموداينامكس، حابب الميكانكس، بس خايف من رسم وانتاج، فلا هو مفيش ولا رسم ولا انتاج يعني، ما يشيلش همه.
ممكن نوعا ما يعني الهيت اللي بيتاخد في اعدادي ده بينقل صوره كويسه عن اللي هيتاخد في الثيرموداينامكس في الكومباشن. فلو حد بيحب الحته دي الحته دي موجوده في طيران بشكل متوسع. ميكانكس، ماثماتكس، كل ده برضو. ولكن زي ما قلت لك هي اعدادي مش بتنقل صوره كامله او مش بتساعد الطالب بشكل كافي ان هو يقدر يحدد هو عايز ايه. اللي انا اقدر انصحه ممكن في خلال الاجازه اللي احنا فيها دي دلوقتي قبل ما يبدا تحديد الاقسام او كده، ناس تبتدي تسال كذا شخص، تسمع مني، تسمع من شخص تاني، حتى تتكلم مع الدكاتره يعني، وتروح حتى تتكلم مع المعيدين، لان برضو المعيدين بيبقى سنهم قريب مننا، فهو هينقلك الصوره بشكل افضل مني بكتير، افضل من اي حد. وفي كورسات كتيره بتبقى موجوده اونلاين. انا مش عايزه اقول ان حد بقى يقعد يقضي الاجازه في ان هو مذاكره، اكيد الناس بتبقى عايزه تاخد بريك، ولكن ممكن تساعده. يعني هو لو كتب كده introduction to aerodynamics، هو حابب يعرف ايه الموضوع، يعني حابب يعرف ايه الايروداينامكس اللي احنا عمالين نتكلم فيها دي، ايه الثيرموداينامكس اللي احنا عمالين نتكلم فيها، ايه الستراكشر، عادي لو كتب introduction to كذا. الكورسز دي كلها افيلبل اونلاين، مش بقول لحد يذاكر خالص، ولكن انت بس ممكن تسمع الكونتنت او الموضوع ده مهتم بايه. وفي الاول وفي الاخر يعني هو يعني يعني ربنا يوفقهم يعني، وحافظ على المنتال هيلث بتاعته زي ما انت بتقولي. دي اخر نصيحه مهمه، ان مش بلاش حد يخلي يعني يصب كل همه في موضوع الدراسه، لان دي غلطه انا غلطتها وبنصح بيها الناس. انا كنت قعدت العب فولي 8 سنين قبل ما اخش قسم طيران. اول ما دخلت هندسه اضطريت ان انا الغي تماما الفولي بقى والرياضه من حياتي عشان اعرف اركز بس في الكليه، لان كان هدفي تارجت معين. فنصيحتي بلاش حد يعمل كده. لازم حد يخلي لنفسه دايما وقت لنفسه، لاهله. يعني احنا عمالين نقول ستريس والواحد هيضطر يضحي بحاجات كتيره، ولكن شطاره الشخص ان هو يقدر يمانج ما بين الحاجات دي عشان يخرج نفسه من الستريس ويقدر يسرفايف في طيران. فهو محتاج ان هو يهتم بالجزء الثاني بعيدا عن الكليه والدراسه، محدش يضحي بكل حاجه عشان الكليه. بس فدي نصيحتي يعني. لو حد دخل القسم ولقى نفسه ان هو مش عارف يفيت ان كويس في القسم، هل في فرصه ان هو يعمل كارير شيفت ولا اصلا يحول من القسم من الاول؟ يعني خلينا برضو على فكره، انا كان معانا حد في اول سنه قعد شهر تقريبا في القسم، بس ما قدرش يستحمل، ما حسش ان ده المكان بتاعه، فقدر يحول. انا مش متاكده بالظبط امتى ممكن شخص يحول في خلال السمستر. اللي انا اعرفه ممكن قبل الميد ترم، بس ما اعرفش هل ممكن يعدي شهر او شهرين او لا. ولكن خلينا نقول لو حد قعد سنه لو يفكر يحول، هو انا مش بنصح بده نهائي، لان اصلا يعني 5 سنين هندسه هي مرهقه. وميزه زي ما قلت، ميزه قسم طيران انه بيجمع اللي الاقسام الثانيه بتاخده. يعني هو بياخد شويه من ميكانيكا، بياخد شويه مثلا من حاسبات، من اتصالات، بناخد مواد اللي بتتاخد في الاقسام الثانيه. فلو حد مثلا لقى ان هو قسم طيران مش لاقي نفسه فيه قوي، فانا زي ما احنا قلنا في كذا تراك او كذا يعني مجال في قسم طيران الشخص يقدر ينهمك فيها، يتخصص فيها. لان احنا اصلا عمالين نقول ان كطيران مالهاش شغل. انت كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، انت بتروح شركات عربيات، بتروح لشركات برمجه، بتروح لاي حاجه غير قسم طيران. فالميزه ممكن الشخص يحاول يسرفايف بس في القسم، يتعامل مع القسم ان هو فعلا هيديله علم كويس، هيديله علم فعلا 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 في اي حاجه هو حاببها. ويقدر بقى هو مع نفسه يشوف الحاجه اللي هو عايز يكمل فيها، سواء مثلا بروجرامينج، امبيدد، اي مجال هو حابب يكمل فيه، وهيلاقي يعني قسم طيران حقيقي هيساعده، حتى لو هو مش في طيران هو هيساعده. فانا ما انصحش حد ان هو يعني من وجهه نظري يعني ان 5 سنين اساسا متعبه، فليه شخص ياخد سنه ويروح يعيدها تاني، الا بقى لو فعلا الشخص يعني خلاص حيطه سد قدامه ان هو يضيع سنه ويعيدها، احسن ما يقعد يضيع 4 سنين من عمره كمان وهو مش قادر يستحمل. انا اتبسطت جدا، واتمنى كنت اتبسطتي. اكيد طبعا. وان شاء الله كل اللي اتفرج يكون اتبسط. فشكرا ليكي جدا وربنا يوفقك. شكرا ان شاء الله.